اهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في القناه ديالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد الطرطات اللي كنت حضرتهم في راس السنه، ولكن ما كتبش انني نحط لكم الفيديو في هذاك الوقت. هادشي علاش يلا كتب انني نمونطيه ونحطه لكم. كنتمنى من الفيديو ديال اليوم يعجبكم، واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تبخلوش عليا باشتراكاتكم ولا لايكات ديالكم باش هكذا نزيد نحط لكم وصفات وفيديوهات جداد. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذا الجينواز، انا غادي نحضر معكم فقط ديال حلوه وحده. هنا ضفت 3 ديال البيضات، ضفت عليهم واحد الكيس ديال الفاني، وغادي نضيف عليهم 90 غرام ديال السكر الخشن. بالنسبه للبيض فكل بيضه وحده غنضيفوا فيها 30 غرام ديال السكر و30 غرام ديال الدقيق. صافي، هنا ملي طربت المكونات مزيان غادي نضيف واحد القبصه ديال الملح، وغادي نبقى نطرب في البيض والسكر حتى نحصل على واحد الخليط اللي كريمي كيكون لينا بهذا الشكل هذا. صافي، من بعد غادي نضيف 90 غرام ديال الدقيق اللي يكون مغربل من الافضل. صافي، غادي نبدا نضيف فيه تدريجيا، ما نضيفوش دفعه واحده، وغادي نبدا نخلط بواحد سباتول ولا طراب يدوي هكذا باش ما يهبطش لينا الهواء اللي كاين في البيض. صافي، هنا غادي نبقى نضيف البيض عفوا الدقيق شويه بشويه حتى يتخلط تماما مع الدقيق. بالنسبه لهاد الجينواز هادي راها ناجحه 100%، غير جربوها. اي وحده ولا واحد ما كانش كيصدق ليه الجينواز يجرب هاد المقادير هادو هاد الطريقه، وراه غادي ينجح معكم 100%. صافي، هنا ملي خلطت المكونات مزيان كيف ما كتشوفوا كنحصل على واحد الخليط اللي ما خفيف ما ثقيل. غادي ناخذ لاطه ديال الفرن، ضروري ما انه يكون عندكم ورق الزبده، حيت الا ما كانش عندكم غادي يلصق لكم الجينواز في اللاطه. يعني ضروري هو كيساعدنا باش دغيا نحيدو هذيك الجينواز من اللاطه. صافي، غادي نسرح الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه بواحد سباتيل ولا معلقه. وهنا غادي ندخلو الفرن اللي يكون سخون من قبل، نخليو 5 ديال الدقائق الفوق. صافي، نهبطوه شي دقيقه بحال هكاك لتحت في الفرن لتحت. صافي، ونحيدوه. كتكون هذه هي الجينواز ديالي. انا راه صايبت هنا بزاف ديال الجينواز. صافي، هنا غادي نوجد السيرو. ضفت 6 الكيسان ديال الماء، وضفت 2 كيسان ونص ديال السكر. صافي، وغادي نخليهم حتى يغلاو ونضيف عليهم واحد الفاني. هنا راني جيت باش نطحن الكريمه، انا كنخدم بالكريمه ديال هولالا. هنا ملي طربت الكريمه خديت البلاطو فوقاش كتقاد الحلوى. من بعد ما الجينواز بردات مزيان هي والسيرو، وضعت طبقه ديال الجينواز من فوقها، سقيتها مزيان وضعت الكريمه، وضعت طبقه ثانيه. بالنسبه لهاد الجينواز هادي راه كل وحده استعملت فيها 3 ديال البيضات، 90 غرام ديال السكر و90 غرام ديال الدقيق وكيس ديال الفاني. يعني راه نفس الحاجه. هنا استخدمت 3 ديال الطبقات في هاد الحلوه هادي حيتاج فيها 2 كيلو. صافي، هنا نحاول نقادها مزيان من الجوانب. من بعد هنا غادي نسقيها مزيان حتى هي بالسيرو. صافي، وهذه هي الطبقه الاخيره ديال الكريمه. نحاول نقادها مزيان باش ما يبقاوش باينين ليا هذوك الخطوط ديال الكريمه، ويجي الشكل ديالها زوين. وصافي، هنا ملي ساليتها غادي ناخذ واحد البوش كيف ما كان عندكم وكيف ما نتوما بغيتو، وغادي نبدا نزوق في الحلوى ديالي بهذا الشكل هذا في الجوانب. من بعد غادي نعاود نصايب واحد القليب هكذا اللي كيجينا في الجانب ديال الكيك. بالنسبه لهذا الكيك هذا فحضرته بزاف ديال المرات، يعني اللي شافوا في الكليان كيطلبوا ليا هادشي، علاش بقيت كنعاودو بزاف د المرات. ان شاء الله نشارك معكم حلاوي اخرين. صافي، هنا وضعت هذا السيرو هذا في الوسط كيف ما كتشوفوا كيجي شكل رائع بزاف. صافي، غادي نديرها في الثلاجه حتى تشد في راسها. وهنا دزت الحلوى اخرى اللي كان طلب ديال الكليان ديالي نديرها ليه على شكل اف. هنا خديت الكريمه، شويه ديال الكريمه، وبديت كنضيف عليها الملون الموف. صافي، غادي نبدا نضيف شويه بشويه حتى نحصل على اللون اللي انا بغيت.
وصافي هنايا ملي حصلت على واحد اللون اللي هو موف ولكن ماشي بزاف، يعني انا بغيت ندير في الوسط ديال هاد الكيك واحد اللون اللي يكون بارد شويه حتى الطبقه الفوقانيه كاع عاد باش غادي نصحو شويه في اللون ديالو. صافي غادي نصايب الطبقه ديال الكريمه وغادي نعاود نوضع طبقه ديال الجينواز كيف ما كتشوفوا، من بعد طبقه اخرى ديال الكريمه، وهنا اخر طبقه ديال الجينواز. صافي نحاولوا نوضعوها فوق الكيك يعني تجي مقاده مع الجينوازات الاخرين. وهنا بقات لي اخر طبقه ديال الكريمه اللي غادي نزيد فيها الملون حتى تولي ليا بهذا اللون هذا. صراحه ما عرفتش علاش ما كيبانش موف، ولكن في الاصل هو راه موف غير مع الضوء. صافي كنحصل عليها بهذا الشكل هذا. صافي غادي نخليها حتى هي في المجمد حتى تشد في راسها. هنا جيت باش نحضر واحد الحلوى اخرى اللي هي على شكل مربع. صافي هنا خدمتها بنفس الطريقه غير باش ما نبقاش مطوله عليكم الفيديو. صافي بحال نفس الشكل ديال الكبيره، ها هو الشكل كما كتشوفوا. صافي هنا غادي نخدم وحده اخرى اللي هي دايره. صافي هاد الحلاوي كاملين غادي نخدمهم بنفس الطريقه غير باش ما نبقاش مطوله عليكم الفيديو. بالنسبه لهاد الحلوه ديال لا كريم ديال اللي على شكل اف، فرا درت ليها الكريمه بالموف كما كتشوفوا، هو دابا كيبان اللون مزيان. صافي وصايبت كلاصاج درت فيه الملون اصفر ودرتهم من الفوق، درت هاد الدميعات من الجوانب. صافي وهاد لي بونبون هادو خديتهم حتى هما ودرتهم الفوق على حساب الطلب ديال الكليان. صافي وهاد الحلوه هادي درت ليها الكلاصاج بالملون الاحمر ودرتهم من الفوق. صافي ودرت هذوك الوريدات من الجناب. هنا هاد الحلوه هادي درت ليها العجين ديال الشكلاط من الجناب على شكل ضفيره ودرت فيها هذيك الوريده الحمراء. صافي ودرت ليها كلاصاج باللون الابيض وكتبت فيها ان على حسب الطلب ديال الكليان. بالنسبه لهاد الحلوه هادي حتى هي نفس الطريقه، درت ليها العجين ديال الشكلاط من الجناب وريدات ودرت ليها الكلاصاج الابيض. صافي بالنسبه للقلب راه نفس الحلوه اللي هي دايره بالاحمر. هذه ضفت ليها الكيوي ضفت ليها الفرومبواز. هذه درت ليها الملون اصفر على حسب الطلب ديال الكليان. وهذه حتى هي درت ليها النص ما بين الكلاصاج بيض والنص ديال الكلاصاج احمر. صافي ودرت ليها لوز ايفيلي من الجناب. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سلا. كنتمنى انه يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايكات والاشتراكات ديالكم. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.